يا صاحبي تعرف ايه اللي بياكل سنين عمرك من غير ما تحس؟ الموبايل اللي انت ماسكه بايدك بيسرق ساعات عمرك، الساعات اللي بتضيعها في حاجات مش بتبني حقيقة تتعاش، لكن بتعيشك حلم وهمي. بص انا عارف انك عايز تنجح، عايز تكون شخص احسن، بس المشكلة انك دايما بتقول بكرة، واللي بيحصل بكرة بيجيلك وانت لسه في نفس الحفرة واقع. انت دلوقتي عندك خيارين، اما تكمل تضييع وقتك او تمسك نفسك وتبدأ من النهاردة. فكر معايا وافهم، انا لا بعاتبك ولا بلومك، انا نفسي تفوق قبل ما اجمل سنين العمر تعدي منك. افتح صورك القديمة من 3 4 سنين كده، بص لروحك. راضي؟ حسيت انك عملت فيهم حاجة، ولا كان نفسك تعمل فيهم كتير وما عملتوش وجريت الأيام كسنتها؟ يا صاحبي فوق بدل ما بعد 5 سنين تانيين إن كان في العمر أصلا تشوف صور فاتت وتبص في المراية وتقول يا ريتني بدأت زمان. طب قول لي إيه موقفك، اكتب لي جد صحيح. يا أخي قول لي، كلمني، فهمني إيه المشكلة. خليني طب أقول لك تعمل إيه دلوقتي. خد ورقة وقلم، اكتب أكتر حاجة نفسك توصل لها في حياتك. ابدأ بخطوة واحدة، بس واحدة كفاية. والله العظيم محدش هينقذك غيرك. مش هتغير حياتك بالكلام ولا بسمعه ولا بنطقه، بالفعل، بالعرق، بالتعب، بالاجتهاد والأخذ بالأسباب. قوم ابدأ دلوقتي. أنا ما بقولكش قوم كسر الدنيا، ده كلام بتوع تنمية بشرية وكلام مسارح. أنا بقولك 4 حاجات: استعين بالله، خد قرار، ابدأ في تنفيذه، واستمر عليه. خد بالك من نفسك. سلام.